يا صباح الخير، يا صباح الهنا والسعادة والسكر الزيادة. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. النهاردة عندنا ايه؟ النهاردة عندنا أكلة سمك. طبعا الشتا بيحب الأكل السخن، ينزل كده الأكل من على البوتاجاز على السفرة أو الطبلية على طول. قلنا النهاردة هنعمل أكلة سمك حلوة من اللي قلبكم يحبها. كنت معدية كده على بتاع السمك، لقيتلكم الناس لا حول ولا قوة ان الراجل بتاع السمك ايه بيدي السمك ببلاش. اه والله. يعني بصوا انا فضلت اضحك، ما صدقتش المنظر. قلت يلا خلينا زي الناس كده نجيب لنا اكلة سمك ناكلوها وخلاص. جبنا كده السمك، قلنا ننضفه الاول وبعد كده هنتبله. بصوا، انا بمسك السمكة كده بنضفها بالفرشة او مثلا بايدك لو حابة تنضفيها من جوه، بس طبعا بالفرشة احسن، بتتنضف تنظيفة حلوة. وبعد ما بنضفه بحطه في مية وملح، مش اكتر من كده، او ليمون. بسيبه حوالي يعني 10 دقايق، ما بكترش. طبعا السمك ما بيتنقعش ولا الكلام ده كله، هو بيتغسل طول ما سمك طازة وحلو ريحته حلوة، مش هيبقى فيه اي حاجة ولا اي زفارة. اهم حاجة السمك اللي انت تكوني جايباه من الراجل انت متأكدة منه سمكه حلو وريحته حلوة، يكون سمك طازة حلو معاكي، مفهوش اي حاجة تاني. طبعا انا بنضفه ليه؟ هتقولي يعني احنا مش عارفين ننضف السمك؟ لا صدقوني، في بنات لسه جديد داخلة المطبخ ما بتعرفش تنضف السمك. ايوه، ده حاجة عادية، يعني لسه البنات الجديدة، بناتنا الحلوة اللي بداخل المطبخ جديد ما بتعرفش تنظف السمك. تقولك يعني مثلا ممكن ايه، عديتي ليه حتة ان تنضفي السمك ازاي؟ انت طبعا بتجيبيه متنضف من عند بتاع السمك، هو مفيش غير انك تنضفي من جوه البطنية بتاعته، لكن ايه هو متنضف وجاهز عند بتاع السمك. طبعا انا نضفت البولتي وخلصت. جبنا كده ماكريل. طبعا انا عندي في ولادي في اللي بيحب الماكريل، وفي اللي يحب البلطي، وفي اللي بيحب الكابوريا والجمبري. لكن انا بجيب على قد يعني ايه، على قد ما اقدر، على قد امكانياتي. طب هتقولي انت جايبة كل حاجة كام؟ فانا بجيب لكل ايه واحد بجيب كام حاجة. وعايزة اقول لكم ان صدقوني فاض، وكان يعني ربنا مبارك، وفضل لي تاني يوم كلوه تاني يوم، مش كله اتاكل. لكن لازم ترضي الجميع. ما انت لو جبتي الواحد بس مثلا بولتي وما جبتيش ماكريل، التاني هيقولك اه ما انت جبتي ايه للي جبتي له اللي بيحب البولتي. ولو جبتي ماكريل هيقولك اه ما انت جبتي الماكريل اللي بيحب الماكريل. فاحنا لازم نرضي الجميع، هنجيب كل حاجة كام واحدة وايه ونعملهم ونريح الجميع، لازم تريحي الطرفين. فجبت كده الماكريل، طبعا سهل وبسيط ومفهوش اي تنظيف، اللحم بتاعه ما بيستحملش. الماكريل ده في منه على نوعين يا جماعة، في منه رخيص وفي منه اغلى شوية. طبعا انه الانضف طبعا الاغلى، عشان ايه؟ اللحم بتاعته بيضة ومسكرة وما فيهاش شوكة غير السلسلة بس اللي انتوا شايفينها دي. لكن الرخيص بتلو ايه، اللحمة بتاعته داكن شوية وايه، وفي شوك من جوه، بيبقى فيه شوك، واللحمة بتاعته فيها ايه، سنة زفارة. لكن ده لا فيه زفارة ولحمته بيضة وحلو. في اللي بيحب ده وفي اللي ما بيحبوش. فاحنا ايه، جبنا للي عايز من ده وجبنا للي عايز من ده. زي ما انتوا شايفين كده، لازم تغسليه بالراحة، ما بيستحملش في الغسيل، لان اللحمة بتاعته ايه، طرية ودايبة. فاحنا بنغسله على اقل من راحتنا بالراحة خالص، عشان خاطر اللحمة بتاعته ما تتهريش خالص وايه وتبوظ منك. بس كده هننضفهم تنظيفة حلوة وهنشطفهم تاني. وبعد كده ايه هنحطهم زي ما قلت لكم. هنيجي بقى هنجيب الكابوريا. الكابوريا دي ما كنتش جايباها بصراحة مع السمك، كنت جايباها قبلها بيوم، كنت معدية ولقيته عنده فوزنتهم واخدتهم منه، حطيتهم في الفريزر. فلما طلعتهم دلوقتي لقيتهم ايه، يعني متلجين. قلت لا سيبيهم لغاية ايه ما يفكوا شوية في المية وبعد كده هغسلهم. هجيب كده شوية مية وهحط فيها السمك عشان خاطر ايه،
انقعه في شوية مية بليمون كده، مع ان مفيهوش ريحة زفار ولا اي حاجة، والله كانت ريحته زي الفل، بس زيادة ايه تأكيد. وعصرت عليه ليمون وحطيت حبة ملح بس لمدة 10 دقايق لغاية ما خلصت الكابوريات بس. وبعد كده شطفته وايه وطلعته خالص من المية ومن الملح، لان السمك ما بيستحملش ولا عايز نقع ولا الكلام ده كله. بس انا حبيت ايه يعني اريح يعني اريح نفسي، حبيت اتاكد ان كده مفيهوش اي ريحه زفاره ولا اي حاجه. جبت كده الكابوريا، طبعا الكابوريا مفيش اسهل من ايه من تنظيفها وغسيلها. هتنضفيها وهتشيلي الحته اللي في النص دي وايه، وهتنضفي مكانها هي دي، وهتنضفي بين الرجول بتاعتها زي ما انت شايفه كده بالفرشه، برضو تنضفيها تنظيفه حلوه وتطلعيها. مفيش اسهل منها في التنظيف بصراحة، بس اهم حاجة انك تنضفي بين رجليها، وتنضفي ايه الحتة اللي في النص تشيليها خالص وتنضفيها برضو بالفرشة. طبعا عندي انا بنتي بتموت في حاجة اسمها كابوريا، لو جبت اي نوع سمك وما جبتش كابوريا كده بالنسبة لها ما كلتش سمك. وخلي بالكم ممكن ما تدوقش السمك البلطي ولا الماكريل ده ولا تحطه في بقها وتاكل الكابوريا بس، مع انه زي ما انتوا عارفين الكابوريا انا بالنسبه لي عباره عن تسليه، ما فيهاش حاجه غير ايه حته اللحمه الصغيره اللي في النص. يعني الكابوريا ده مش اكله اساسيه، الكابوريا دي عباره عن تسليه مع السمك، لكن هي بتحبها واكتر حاجه لازم تاكلها هي الكابوريا. ما جبتش كابوريا تزعل وما تبقاش عايزه تاكل سمك، تموت في حاجه اسمها كابوريا. ادها كابوريا ادها جمبري، تقريبا بنتي ما بتحبش غير الاسماك الغاليه. يلا المهم جبنا ايه التوم وحطينا ايه عليها، حطينا توابل السمك وحطينا شطة وحطينا ملح وحطينا كمون وحطينا كزبرة بس، وايه وليمون، كترنا شوية في الليمون عشان ايه التتبيلة تبقى سايلة شوية. وهنحشي بقى السمك كله، حتى الماكريل اللي احنا هنشويه هنحشيه. يعني انا هشوي الماكريل وهقلي ايه البولتي برضو هحشيه من التوم، ليه؟ عشان خاطر يشرب من التتبيلة ويبقى طعمه حلو ايه وحايق كده، ما يبقاش دلع، حتى بعد ما تشويه اللحمة بتاعته تبقى دلعة. حاجة البولت كده هفتحه فتحتين في النص عشان خاطر ادخله ايه التتبيلة، تبقى اللحمة بتاعته ايه مسكرة وحاجة، ما تبقاش دلعة برضو، ما يبقاش مسخة، مش يعني ايه مش شاربة من التتبيلة، لكن كده بتشرب من التتبيلة. حتى الماكريلا اهو زي ما انتوا شايفين بحط له برضو من التتبيلة بتاعت ايه بتاعت التوم بس كده، وبرش عليه حبة ملح. هتقولي ما انت حاطة في التتبيلة، لا برضو على الجلد من بره عشان يبقى طعمه حلو وحايق كده الجلد. هرش شوية ملح وشوية كمون وبعصر ايه ليمونتين عليه كده زي ما انتوا شايفين، بتطعمه بتخلي السمك طعمه حلو يبقى من جوه ومن بره. بعصر الليمون وبعد كده بغطيه بستريتش وبحطه في التلاجة ساعة ساعتين لغاية ما اخلص اللي ورايا، وبعد كده ايه ابدأ اعمل فيه قلي شوي اللي انا ايه هعمله. اهم حاجة تغطيه عشان لو عندك اي حاجة في التلاجة ما تفحش منه. بس كده هغطيه واغطي الكابوريا التانية وهسيبها، وهشوف بعد كده هنعمل ايه. هنيجي بقى هنعمل الرز الصيادية. طبعا الرز الصيادية انا اولادي بيحبوه جدا، بس اهم حاجة ما يكونش البصل باين ولا يعرفوا ان فيه بصل، خصوصا ابن الصغير اهم حاجة ما يلاقيش قطع البصل. بجيب كده بصلتين بفرمهم في الكبة، بحط معاهم معلقة كبيرة سكر. ما تخافيش مش هيبان طعمها في الرز ولا هتغير اي حاجة، كل اللي هتعمله انها هتكرمل مع البصل وهتديك اللون الحلو اللي بتجيبيه كده من المطاعم. شايفين البصلة حمرناها لغاية ما وصلت اللون الغامق ده، بس مش اللون المحروق، انت شايفينها في الكاميرا كده بس هو اللون مش محروق، هو اللون غامق. بصوا بقى الذكاء، انا كنت غالية المية عشان احضرها للرز، ما اجيبش مية باردة احطها ازود بيها البصلة، لا
حطيت ميه مغليه، لما حطيتها كده فارت وما كنتش مستحمله اقلب بالمعلقه. شفتوا بقى؟ نصاحه شطاره يا جماعه، خليكم شاطرين زيي. هسيبها بقى تهدى البصله، وهاجي اعمل ايه؟ هجيب بصله وقطايه وقرن فلفل واقطعهم زي السلطه. ما حبيتش اقطعها لان ايه مش مستاهله قدامكم. بحط عليها برضو توابل سمك، وبحط عليها كمون وكزبره، وبعصر عليها ايه ليمون، وبايه زي ما انتوا شايفين ليمونه كبيره كده او ليمونتين حلوين يعني، وحبه زيت، واقلبهم كده مع بعضيهم زي ما قلت لكم، بصلايه على قطيتين على قرن فلفل، وبحط عليهم التوابل بتاعتهم. بجيب كده حله، وبحط في ايه، في قعرة الحله حبه بصل بالقوطه من الخلطه اللي احنا عملناها، وبرص كده الكابوريا زي ما انتوا شايفين، برصها كده، وكل رصة بحط عليها معلقتين من الخلطة اللي احنا عاملينها، وبرص الكابوريا دور تاني، وهكذا كل ما احط دور من الكابوريا بحط ايه شوية من الخلطة، لغاية ما اخلص الكابوريا كلها. بعد كده بحط الخلطة كلها، وبحط معلقة من التوم اللي احنا عملنا بيه ايه السمك، التوم اللي عملناه خلطة للسمك بس، وبقلبها كده في الخلطة. الباقي الخلطة اللي كانت معايا بحطها كلها وبقلبها، ولا بحط مية ولا بحط اي حاجة تاني، بحطها على نار هادية وبسيبها، ما بتاخدش ربع ساعة وتلاقيها استوت. باجي كده خلاص البصلة هديت معايا، بضربها في الخلاط، وبجيب كيلو رز او نص كيلو على حسب ما تحبي، وبحط معلقة زيت صغيرة وبقلب فيها الرز. هتقولي طب ما انت كنت حطيت البصلة وبعد كده حطيت عليها المية وحطيت الرز على طول. اقولك لا، التركية دي هتخليلك الرز مفلفل وما يشطش منك في الحلة وما تحصلوش اي حاجة، انك تقلبيه هو الاول وبعد كده تنزلي بايه، بالبصل اللي انت فرمتيها في الخلاط، وهتقلبي كده وهتشوفي وتظبطي الملح بتاعه، تحطي مكعب مرقة لو انت حابة، مش حابة براحتك، وهتزوديها مية، بس اهم حاجة تكون مية مغلية. بصوا اللون عامل ازاي، ولسه بقى هتشوفوا الرز بعد ما يستوي لون تاني خالص، مع ان البصلة اللي احنا عملناها بصلة يعني بصلتين صغيرين انا فرماهم، يعني ممكن بصلة كبيرة او اتنين صغيرين كده. هظبط الملح، وبعد كده ايه هسيبه يغلي لغاية ما يتشرب من المية، بس تكون مية بسيطة اللي فيه زي ما انتوا شايفين، وهغطيه واوطي وكل شوية اقلبه اهو. بصي اول ما يشرب المية اقلبه، ما سيبوش عشان ايه ما يشطش في الارضية بتاعته، فارضية الحلة ما تلاقيهش اتلسع منك وشاط. هسيبه كده على نار هادية خالص، وممكن لو عندك شياطة تحط الشياطة وتسيبيه يستوي براحته نص ساعة ساعة الا ربع، مطرح ما يستوي براحته عشان خاطر ما يتلسعش منك. بس عايزة اقولك هتاكلي احلى رز صيادية. هنيجي بقى هنحط ورقة فويل. انا بصوا كنت ممكن اعملها زي المركب كده، بس ايه طبعا ان الغلا اللي احنا فيه والظروف والحاجة بقت غالية مولعة نار، لازم يا جماعة نوفر شوية. فاحنا الورقة هنفردها على الصينية كلها وهنحط عليه السمك، دي هتوفر لنا ورق اكتر، بدل ما نحط كل ورقة ورقة لوحديها وفي الاخر كده كده هتترمي. فاحنا حطينا الورقة واحدة على الصينية، بحيث الصينية هتبقى نظيفة كلها زي ما هي مفيهاش حاجة، وايه والسمك في الصينية، وهنحطه في الفرن كده لوحده من غير اي حاجة يتشمع شوية، وبعد كده هنطلعه ونشوف نعمل فيه ايه. من ما يتشمع السمك قلنا نعمل ايه السمك البلطي. المرة اللي فاتت انا عملت لكم السمك البلطي بالمية، وفي ناس قالت لي طب ما ممكن المية تطرطش في وشي في الزيت، ممكن تحرقني، ممكن مش عارفة ايه. النهاردة بقى هنقليه بايه بحاجة جديدة تاني. هنمسك السمك هنتبله في الدقيق وهنسيبه في التلاجة حوالي نص ساعة، هيشرب الدقيق ده وهيطلع لك مقرمش في الزيت، والزيت نضيف وزي الفل كده حلو، ومفيهوش اي حاجة خطر، ولا المية هتعمل اي حاجة ولا تخض منه. هنيجي بقى هنعمل الخلطة بتاعت السمك المشوي. حطينا جزر وقوطة وبصل وفلفل وملح وشوية زيت
وتوابل برضو السمك وكمون وكزبرة. النهاردة الفيديو برعاية الكمون والكزبرة وتوابل السمك. بعد كده هنحط حوالي ليمونتين حلوين برضو، وهنقلب ده كله مع بعضه. زي ما انتوا شايفين التتبيلة كده ريحتها زي العسل وطعمها تحفة. تاكليها قبل السمك. لما تشمع السمك في الفرن طلعته خلاص كده. وبعد كده هبدأ احط عليه الخلطة اللي احنا عملناها. طب انا حطيت ليه السمك؟ عشان خاطر ما يبقاش ني وتحط عليه التتبيلة تبقى مش حلوة يشرب. لكن كده السمك اتشمع الاول معاكي يعني شد، وبعد كده رجعت حطيت عليه التتبيلة، وبعد كده هرجع احطه في الفرن وهسيبه واشغل عليه الشواية من فوق والفرن. طب انت لو ما معكيش الفرن والشواية مع بعضيهم هتشغلي الفرن الاول وتحطيه على ارضية الفرن، وبعد كده اول ما يجي يستوي تطلعيه على الشبكة وتشغلي عليه الشواية. ما بياخدش اكتر من نص ساعة، ما بيكملهاش. السمك ما بيحبش التسوية كتير عشان ما يفتلش معاكي، يطلع معاكي طري ومزبد وزي الفل. هنيجي بقى الباقي الخلطة اللي احنا سيبناها هنحط عليها حبة خل وحبة مية شوية ليمون وهنركنها على جنب. ليه؟ عشان خاطر بعد ما يطلع السمك هنرش عليها. هنيجي نعمل الطحينة. طحينة في ناس قالت لي المرة اللي فاتت ليه ما عملتيش الطحينة في الفيديو، فالنهاردة هعملها قدامكم. حطينا ايه للطحينة؟ حطينا حوالي معلقة صغيرة توم وشوية خل، حبة ملح، حبة كمون، ورشة كزبرة، وهنقلب ده كله مع بعضه تقليبة حلوة. كل ما يحتاج مية نحط بالحب لغاية ما تاخدي يعني ايه اللي انت عايزاه. يعني تشوفي إيه، قولوا معايا. المهم الطحينة تشوفوها مظبوطة قدامكم. بس زي ما انتوا شايفين كل شوية بحط بالحب لغاية ما تتظبط معاكي. ما فيهاش يعني سهلة وما فيهاش حاجة كتير ولا افتكاسات، زي اي حد بيعمل طحين. بعصر عليها ليمونتين حلوين كده. انا بحب الليمون والخل فين؟ في الطحينة. بحطها كده وبضرب تاني بالمضرب لغاية ما تبقى دايبة كده وانسيابية معايا وحلوة. ما فيهاش اي تخريزة ولا اي تكتلات ولا اي حاجة. بس كده. وبحطها في اي حاجة، في اي طبق بسيبها في التلاجة. هي طبعا لو انت شايفاها سايبة شوية، لا، هي لما تقعد في التلاجة بتتقل تاني. بحط عليها حبة كمون كده وملح بظبطها وشطة بس، وبقلبها وبسيبها. دي دي الطحينة بتاعت السمك، ما بيتحط لهاش زبادي ولا اي حاجة. خلاص كده السمك استوى معانا. شايفين طلع عامل ازاي؟ برش بقى عليه المية الخل اللي احنا عملنا بيه الخلطة. بيديها طعم كده وطراوة للسمك حاجة تانية خالص. يعني الخلطة دي بتودي السمك في حتة تانية خالص. هنيجي بقى هنعمل ايه؟ هنقلي السمك. خلاص بقى احنا سيبناه في التلاجة، وشوفي شرب الدقيق ومش هيطلع لك اي حاجة ولا اي حرقات في الزيت. حطينا نص ليمونة في الزيت عشان ياخد ريحة السمك ما يحرقش السمك وما يطلعش روايح في الشقة. بصوا الرز عامل ازاي اهو، بيستوي على نار هادية وزي الفل. وادي الكابوريا خلاص دخلت في السوا برضو، ما بتاخدش معاكي اي وقت. خلاص السمك اهو بنحمر فيه كله مع بعضه. احلى حاجة انك تعملي السمك ده مع بعضه. ليه؟ عشان تطلعيه مع بعضه. في ناس ما بتحبش السمك سخن. والله بعرف ناس كتير. ناس بتحبه متلج وناس بتحبه قال ايه بعد ما تقليه تحطه في التلاجة وتاكله. تطلعه من التلاجة تاكله. دي وجهات نظر، والاكل ده اذواق يا جماعة. بس انا عن نفسي واحنا في البيت يعني ما بنحبش السمك غير يطلع كده من الطاسة على على الطبلية على طول. شايفين الرز اهو؟ شايفين البخار طالع منه ازاي؟ لسه نازل من على البوتاجاز على طول. ينزل تتحضر على طول على الاكل. احنا كده، انا بحب اكلة السمك كده لازم تكون سخنة تطلع كده بخار معاكي وانت رايحة تاكليها.
يعني مش عارفة الناس اللي بتاكل السمك بارد بتاكله ازاي بصراحة، بس كل واحد بقى وراحته واللي بيحبه. هنحضر كده خلاص الاكل. شايفين الكابوريا شكلها عامل ازاي؟ بصراحة تفتح النفس، يعني بنتي لها الحق انها تحبها. يعني انا ولادي التانيين ما كانوش يحبوها، من ساعة الناردين ما بقت تحبها هم بيحبوها زيها. لكن الاول ما كانوش فاكرينها ولا كانوا بيفكروا فيها اصلا ولا يقولوا هاتيها لينا، بس دلوقتي بيحبوها وبياكلوها. طالعة برضو سخنة. التانيين شايفين البخار طالع ازاي من على البوتاجاز على طول. طبعا الخلطة اللي هي فيها لو انت حابة في الاخر تطلعي منها وتاكلي عادي، تاكلي منها براحتك، مش حابة برضو براحتك. شايفين كده خلاص بعد ما رصينا الاكل وخلصنا. دي السمك لما قليناه كان زي الفل وابيض من جوه زي الفل. السمك المشوي كان طري وزي العسل، والرز يستاهل بقكم. يعني سفرة بسيطة بس طلعت حاجة حلوة شيك، ممكن تعمليها في اي عزومة هتشرفك وتنفعك في اي وقت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الاكل يعجبكم، وبألف هنا للي كل وبألف هنا للي يجرب يا رب. اتمنى يا رب تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. شايفين السمك من جوه عامل ازاي؟ واللي ما حطش لايك يا ريت يحط لايك، ولو اول مرة تشوفين تشتركي في القناة وتلفي كده لفة في القناة جايز تعجبك. وان شاء الله الاكل هيعجبكم، واتمنى انكم تعملوه وتجربوه. اشوفكم على خير واسيبكم على خير واقول لكم مع السلامة. باي باي.